حماتي جات لي لحد بيت أهلي وهي بتعيط ومعاها ولادي الاتنين، وكان باين عليهم الإهمال الشديد قوي. وحماتي قالت لي بكل كسرة: بالله عليك يا بنتي، بالله عليك ارجعي بيتك، أنا ست كبيرة ومش حمل إن أربي طفلين، الولاد من بعدك حالهم اتبدل. ابتسمت وقلت لها: أنا دخلت بيتكم بطولي ومشيت منه بطولي، والعيال عيالكم، ربوهم بقى بمعرفتكم. محدش كان مصدق الجحود اللي كنت فيه، حتى بابا وماما كانوا مصدومين مني وطبطبوا على حماتي، وبابا وماما أخدوا ولادي في حضنهم. وعشان تعرفوا السبب اللي وصلني للقسوة دي، تعالوا أحكي لكم حكايتي. أنا رضوى، عمري 29 سنة، متجوزة بقالي 9 سنين. عشت أنا وفارس جوزي ببيت العيلة مع حماتي، وكانت أول كام سنة حالتنا المادية صعبة جدا، وكنت خلفت أول طفل. كنت بنزل كل يوم آكل واشرب عند حماتي، ولو جعت في نص الليل لازم أصبر لحد الصبح عشان ألحق الفطار. ولما في مرة طلبت إن أخد أي أكل في شقتي، ساعتها ردت وقالت لي: لا يا حبيبتي، مفيش أكل هيطلع شقتك، لما يبقوا أهلك يجيبولك أكل يبقى خليه في شقتك فوق، غير كده أي حاجة هنا بفلوسي لا بفلوس ابني، وملكيش فيها لقمة. ساعتها سكت وما قدرتش أتكلم لأني كنت بحب فارس، وكنت بعدي كل حاجة مامته بتعملها عشانه هو. وعدت الأيام والشهور وإحنا على نفس الحال، لحد ما لقينا واحد معرفة عرض على فارس إنه يسافر يشتغل برا. كان فارس رافض في الأول، لكن أنا قلت له: سافر يا حبيبي، سافر وربنا يزيدك من نعيم ويوسع رزقك. وقتها رد بقلة حيلة وقال لي: بس السفر محتاج مصاريف يا رضوى، وعلى يدك أنا مش معايا أي حاجة، وانت حامل وكلها كم شهر وتولدي، ويصعب عليا إني ما بقاش معاكم. رديت وقلت له: ياسين ابنك محتاج مصاريف، والولد اللي جاي برضه محتاج مصاريف، وقعدتك هنا مش هتجيب أي فايدة. امسك الدهب بتاعي وسافر يا حبيبي. وسافر فارس، وأنا وابني فضلنا قاعدين مع حماتي اللي كانت طريقتها صعبة وغير محتملة. ومع أول شهر فارس ربنا كرمه وبعت لنا أول فلوس لينا. فرحت وحمدت ربنا، لكن حماتي بصت في الفلوس وقالت لي: كل دي فلوس ليه؟ ده مصروف شهرين 3، هاتي الفلوس دي. قلت لها: يا حماتي دي مصاريف ابني ومصاريفي أنا واللي ببطني، وما تنسيش إن اللي جاي محتاج طلبات ولبس، ده غير الفلوس اللي هشيلها على جنب للولادة. لقيتها زعقت وقالت لي: لا، أنا ما عنديش التبذير ده، اللي ببطنك هيلبس لبس أخوه اللي أصغر منه، ولو على مصاريف المستشفى أنا هولدك في مستشفى حكومة وهتعدي، إنما تمسكي شقابني وتطيريه أنا مش هسكتلك. ساعتها اعترضت على كلامها، وطلعت شقتي وحكيت لفارس، اللي لقيته سكت وقال لي بكل سلبية: هعمل ايه يعني يا رضوى؟ أمي ومش هقدر أقول لها لأ. بصي يا ستي، اسمعي كلامها وأنا أبقى أبعتلك فلوس ليكي لوحدك من غير ما أعرفها. سمعت كلامه واستنيت، لكن بعدها بشهر اتفاجئت إنه اتأثر بكلامها، وبيقول لي أمي عندها حق. إيه يعني لما تولدي في مستشفى حكومي؟ وبعدين ليه مصاريفك زادت فجأة قوي كده؟ اسمعي يا بنت الناس، أنا مش متغرب عشان تضيعي فلوسي وارجع يا مولاي كما خلقتني. عيشي وردي وقولي الحمد لله. كنت مصدومة منه ومش مصدقة ازاي مامته قدرت تغيرله تفكيره بالشكل ده. ولما هم صمموا يولدوني في مستشفى حكومي، أهلي خافوا عليا ودفعوا مصاريف الولادة في مستشفى خاصة، وكان رأينا إن المستشفى الحكومي للناس المحتاجة، لكن ليه نزاحمهم فيها طالما قادرين ندخل الخاص؟ وعدت الأيام وفارس بقى بخيل بشكل غريب معايا ومع ولاده، لكن مع حماتي وأخته وولادها كان بيبعت لهم كل شهر مبلغ وقدره، وأنا بكتفي إنه بيبعت لي 2000 جنيه ليا أنا والعيال كل شهر. كان بيجي علينا أيام وما نقدرش نكمل الشهر، ولما كنت بنزل لحماتي كانت بتخبي الأكل مننا، وكانت تقولي: اطلعي في شقتك، ما انتي بتاخدي مصروف وتقدري تدبري نفسك. كنت أقول لها: طيب أكلي ياسين معاكي، أنا مش عايزة. كانت تقولي: يا دوب الأكل الموجود يكفيني أنا وبنتي وعيالها،
أصل عزمهم النهاردة. كان قلبي بيتكسر وأقول لنفسي ما هو كله من خير جوزي، لأنا أعيش في الفقر وانتوا تتهنوا، وأصلا سبب سفره كان أنا. طب ولاده، حتى ولاده ملهمش نصيب من الخير ده. كنت أروح لأهلي وأنا مكسورة وأقعد آكل معاهم، لكن ساعات ما كانش بيبقى معايا فلوس المواصلات اللي توديني لأهلي. ووقتها فكرت إنها لما تتأزم معايا قوي أفتح حساب مع صاحبة السوبر ماركت اللي جنب البيت، وأبقى حاسبها لما فارس يبعتلي المصروف. لكن في يوم حماتي شافتني وقالت لي قصاد كل الناس في السوبر ماركت: بقى احنا اللي الناس كلها عارفة اننا من احسن الناس ومش ناقصنا حاجة، تيجي واحدة زيك تسوق سمعتنا بالشكل ده وتعرفيهم ان احنا مش قادرين نأكلك انت وعيالك؟ ده انت حتى جوزك شغال بره ومش مخليكي عايزة حاجة. اسمعي يا ست جليلة، لو جاتلك رضوى مرات ابني وقالت لك هاتي اي حاجة، قولي لها لا، دي ست مبذرة ومش عارفة تمشي بيتها وخربة بيت ابني مصاريف هي وعيالها. هنقول ايه؟ لينا ربنا يرحمنا من جشعها. أخدت ولادي في حضني وجريت بسرعة على شقتي وأنا مكسوفة من الناس ومقهورة على حالي ومش قادرة أبطل عياط. حسيت إني قليلة في نظر نفسي وقررت إن أنزل أشتغل. لكن لما كلمت فارس وقلت له إن أنزل، لقيته رد وقال لي: مستحيل طبعا تشتغلي، انت عايزة الناس يقولوا عليا ايه؟ عايزاهم يقولوا مش قادرة أصرف عليكي وإني بخيل؟ اسمعي يا بنت الناس، الفلوس اللي ببعتها لك عيشي بيها وردي وكفي نفسك على قد ما تقدري، غير كده أنا ما عنديش كلام تاني. بصيت لولادي وقلت لهم حقكم عليا، أنا آسفة في اللي هعمله، بس والله كله عشان مصلحتكم انتوا. كان وقتها ابني ياسين عمره 5 سنين وابني علي عمره 2 سنين. لميت هدومي وخبطت على حماتي وقلت لها: أنا ماشية يا حماتي، ماشية من البيت وأهلي أولى بيا، أنا مش هكمل. بصيت لي وقالت لي: براحتك يا حبيبتي، وإحنا ما بنجبرش حد على العيشة. قلت لها: امسكي أحفادك أهم، ربيهم، وهي كلها يومين وفارس يبعتلك الفلوس، ابقي اصرفي عليهم ووديهم للدكتور وهاتلهم أكل وشرب، لأني ست مبذرة جدا وانتي ست شاطرة ومدبرة ولهلوبة كمان، دبريها انتي بمعرفتك. حماتي كانت مذهولة من رد فعلي وكانت مش مصدقة اني هسيبهم بجد. ورحت لأهلي وأنا قلبي موجوع على ولادي، وحكيت لأهلي اللي حصل، ونزلت أشتغل وأعتمد على نفسي. وعدى شهر كامل وأنا بعيدة عن ولادي وسايبة حماتي محتاسة فيهم. وفي يوم روحت البيت ولقيت سامية أخت فارس عندي وباين عليها الغضب قوي، ولقيتها بتقولي: بقى كده يا رضوى؟ بقى كده تسيبي عيالك شهر نربيهم ونشيل مسؤوليتهم وانتي قاعدة هنا شارية دماغك؟ ضحكت وقلت لها: يا ستي أنا أم مفترية، انتم حنية الدنيا فيكم، ودول ولاد أخوكم اللي بيصرف وبيجيب، خلوهم يتمتعوا في خيركم وخير أبوهم، أنا مش عايزة حاجة. ردت بضعف وقالت لي: يا رضوى، يا رضوى ماما تعبت من عياط العيال، وبعدين علي كان سخن قوي أول امبارح وفضلت أنا وهي سهرانين للصبح. أنا هتطلق بسبب إن كل يوم بروح لأمي عشان أغير وأكل للعيال. قلت لها: أنا ما عنديش حلول للأسف، كلموا أبوهم يجيب لهم حد يقعد معاهم لأن انتوا مش قادرين تتحملوهم. ومشيت سامية لما ما لقيتش مني أي نية إن أرجع البيت، ده غير بقى مكالمات كتير من فارس إن أرجع وأنا ما بردش ومش عايزة ولا قادرة أكمل في الذل ده. لحد ما في يوم حماتي جات لي لحد بيتنا وهي بتعيط، وكان معاها ولادي الاتنين وكان باين عليهم الإهمال الشديد. وحماتي قالت لي بكل كسرة: بالله عليكي يا بنتي، بالله عليكي ارجعي بيتك، أنا ست كبيرة ومش حمل إن أربي طفلين، والولاد من بعدك حالهم اتبدل. ابتسمت وقلت لها: أنا دخلت بيتكم بطولي ومشيت منه بطولي، والعيال عيالكم ربهم بمعرفتكم. محدش كان مصدق الجحود اللي كنت فيه، حتى بابا وماما كانوا مصدومين مني وطبطبوا على حماتي، وبابا وماما أخدوا ولادي في حضنهم. وماما قالت لي: يا بنتي، يا بنتي ولادك ولا الأيتام، ارجعي عشانهم.
انهارت وقلت بقى دلوقتي شايفين إني قاسية وجحدة. طب هو مين اللي وصلني لكده؟ مش هما. قوليلي يا حماتي، عرفتي تصرفي عليهم ال2000 جنيه؟ ردت وهي عينيها في الأرض، ولقيتها بتقولي: لا يا بنتي ما كفوش، وبعتلي عليهم يجي مرتين 3. أنا من النهاردة مش هتدخل في حياتك، بس ارجعي شيلي عيالك. أنا ست مريضة ومش حمل بهدلتهم فيا. ده غير إن كل يوم بودي ياسين الحضانة الصبح وبرجع أجيبه تاني، وأقف أعمل الغدا وأنضف وراهم وأخلي بالي وألف ورا كل واحد فيهم. ده غير علي اللي ما بيبطلش زن ولا بهدلة في الشقة، لحد ما رجلي ما بقتش قادرة أقف عليها يا حبيبتي. قلت لها أنا مش هرجع إلا بشروطي. أولا فارس يبعتلي الفلوس اللي تكفي عيالي بما يرضي الله، وثانيا إني أمشي من بيت العيلة نهائي. حماتي وافقت، وفارس نزل مصر ونفذ لي كل طلباتي بعد ما حكيت له على كل اللي حصل معايا من أهله. وساعتها رد وقال لي: أنا آسف يا رضوى، أنا أكبر غلط عملته لما غميت عيني ومشيت ورا أمي وأختي وحرمتكم من أبسط حقوقكم عليا. كان لازم أفكر بعقل وبعدل أكتر من كده. وكفاية إني بعيد عنكم ومحرومين من وجودي وسطيكم، وكفاية إن سفري ده كان بسبب دهبك اللي انتي بعتيه، والمفروض أعوضك عن صبرك سنين الفقر. على العموم يا ستي، شقتك الجديدة اهي، عيشي فيها انتي والولاد ومحدش هيضايقكم أبدا، ومصروفكم كل شهر وهيجيلك المبلغ اللي يرضيكي ويكفيكي. سامحيني يا رضوى. حسيت وقتها إن حق رجعلي، وأخيرا هعيش أنا وولادي في استقرار، والحمد لله خطتي نجحت. وللأسف اكتشفت إن الناس ما بتحسش بقيمة الطيب اللي بيتحمل وبيصبر غير لما بيمشي. بس خلي بالكم، في ناس لما بتمشي ما بترجعش تاني.